ماتش الاهلي وسيراميكا. انا اقول لك شوط اول بعنوان ايه المغص ده. الاهلي ما راحش للجون تقريبا غير مرتين، مره لعبد القادر وشاطها في المدافع، ومره كورنر عشوائي بتيجي في رجل المدافع بتنزل قدام ياسر ابراهيم اللي بيحطها في الجون في الدقيقه 33. بس يا سيدي ده اللي عمله الاهلي في الشوط الاول. وتخيل يا سيدي اللي كان باين في الشوط الاول هو طاجن محمد طاجن دي هزلت. ومش بس كده، ده الاهلي كمان خد 3 انذارات في شوط. ده لو سيراميكا كان عنده مهاجم كويس شويه كان جاب جونين 3 في الشوط الاول. بس برافو يا سيراميكا، لعبوا شوط حلو منظم وقادر يوصل للجون وبيجيب فرص. يلا بقى ده وقت اللايك. ها عملت لايك؟ بينا على الشوط التاني. الاهلي بقى في الشوط التاني نفس القرف، ما عملش اي حاجه. ايه ده؟ انا بس عايزه حد يعرفني ايه ده. الحق يتقال سيراميكا كان اخطر الحقيقه، وده اترجم بهدف لابننا محمد القندوسي في الدقيقه 58. هو جون حلو الصراحه. بس انا عندي سؤال، هو اوفا ما بيلعبش ليه؟ ايوه اوفا ما بيلعبش ليه؟ اللي رجع سيراميكا بقى الحذر دفاعي هو طرد رجب نبيل. كولر بقى يقول والنبي انا مخلص عليكم خالص خالص بقى، والنبي انا منزل لكم مودست. هو مودست ده عايز مننا ايه؟ مش عايزين نشوفه يا سيدي في الملعب، مش عايزين نشوف وشه، هو وشه بيعصبنا. وعلشان احنا غلابه ما يجيلناش ضغط وسكر وامراض الدنيا، ربنا بيكرم برفعه من كريم فؤاد على راس قفشه اللي بيجيب الجون الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه 91، وبيخلص القرف ده على كده 2-1 للاهلي. ومبروك ال3 بونت. سلام.